أنتم الآن على موعد مع راديو دوغما لأعرفه. أهلا أصحابي، أنا بسلة. النهاردة جاية أتكلم معاكم على موضوع خطير بنعمله كل يوم وفي أي حتة، وهي الصلاة. كم حد فينا بيدخل الكنيسة وبيلاقي أبونا والشماس والناس بتصلي؟ ده كل ما ادخل الكنيسة بلاقي ناس كتير بتصلي. طب هي ايه الصلاة دي؟ ويعني ايه صلاة؟ ولمين بنصلي؟ انا هقول لكم. الصلاة هي تواصل، يعني بتصل ببابا يسوع، بتكلم معاه. ايوه، ده كمان هو بيسمعني وكمان بيرد عليا بس بطريقته. بيسمعني وبيهتم بيا وبيحب يقعد معايا. ايوه، هي دي الصلاة. لما اصلي ادخل اوضتي واغمض عيني واكون واثق ان بابا يسوع قاعد معايا، عشان هو بجد بيبقى قاعد معايا وبيسمع كل كلامي. احنا بنعمل ايه في الصلاة؟ احنا بنشكر بابا يسوع لان هو بيعمل لنا حاجات كتيرة قوي حلوة، وهو اللي بيجيب لنا كل حاجة بتحصل في اليوم. وكمان بنقول له على اللي احنا محتاجينه لانه هو بابا. وكمان بيرد علينا. ايوه، لازم نركز. بيرد علينا من خلال مدارس الأحد، أو لو ماما حفظتنا قصة وقالت لنا الآية بتاعتها. هو ده صوت ربنا، يعني أنا بتكلم وبابا يسوع بيرد عليا. واو، بابا يسوع ده جميل خالص، بيهتم بيا وبكل تفاصيلي، وكمان بيحب يقعد معايا. هي دي الصلاة. احنا نقدر نصلي في اي حتة على فكرة. نصلي في بيتنا، في الكنيسة، في المدرسة، واحنا وماشيين في الطريق. في اي حتة نقدر نصلي ونتواصل مع بابا يسوع، لان بابا يسوع موجود في كل حتة وحاسس بينا وسمعنا وبيهتم بأدق تفاصيلنا. كنيستنا حطلنا صلوات نقدر نصليها علشان تساعدنا وتعلمنا ازاي نتكلم مع بابا يسوع. دي حاجة جميلة خالص. انتوا عارفين القداس اللي بنحضره كل اسبوع قبل مدارس الأحد ده برضو صلاة. كم حد فينا هيدخل بالليل اوضته ويغمض عينه ويتكلم مع بابا يسوع في كل حاجة؟ أنا اتشجعت قوي. أنا لازم أتكلم مع بابا يسوع لأن أنا بحبه قوي وهو بيحبني. سلام، أشوفكم المرة الجاية في حكاية جديدة. باي. على الراديو، راديو دوغما 3.10.